أعزائي المستمعين، فيلم النهارده هنضحك فيه سوا، لأن فيلمنا النهارده بيتكلم عن شخص فاشل بيحاول يكون محترف في لعبة أو رياضة كده معينة، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بجيلمور اللي بيعرفنا عن نفسه، بيقول أنا اسمي هابي جيلمور، من صغري وأنا بحب ألعب هوكي، وأبويا على طول كان بيعلمني إزاي أضرب ضربات قوية. أصل أبويا بيحب الهوكي جدا، وعشان كده أمي سابت أبويا ومشيت من البيت، وكان أبويا على طول بياخدني وبنروح نتفرج على مباريات الهوكي. واللي حصل إن في مباراة من المباريات اللاعب ده بيضرب الكرة بتاعة الهوكي بتيجي في أبو هابي وبيودعنا وبيتكل على الله. وهابي بيكمل كلامه وبيقول بعد العزا بقى رحت أقعد في بيت ستي، ولما دخلت الجامعة كنت دايما أسيب المحاضرات وأروح ألعب هوكي. وبعد ما اتخرجت اشتغلت في كذا حاجة، اشتغلت في تنظيم وصيانة الطرق، واشتغلت عامل نظافة وحارس أمن وفي بنزينة، وآخر فترة كنت شغال في المعمار. بس في مرة وأنا بلعب بمسدس المسامير ضربت مسمار بالغلط في دماغ المعلم بتاعي اسمه لارسن، وبيتعصب بسرعة ومسكني وما رنني علقة كنت هموت فيها، وسبت الشغل. بس مش فارقة معايا لأن أنا اتولدت عشان أكون لاعب هوكي. وبعدها بنشوفه هو ماسك في زميله وبيتخانق معاه وبيقول له سيب يالا الكرة مفيش غير اللي هيسجلها، وبيخبطوا بيجيبوا على الأرض. والمدربين بيكونوا بيتفرجوا عليه، وواحد منهم بيقول مش ده الواد اللي اسمه هابي جيلمور؟ الواد ده على طول عصبي وغبي في لعبه. وهابي بيقوم خبط الكرة وبيكسر بيها الإزاز. وبعدها الكوتش بيختار اللعيبة اللي تأهلوا معاه وبيختار اللي بيختاره، وهابي ما بيكونش منهم. فبيروح بيقول له طب وانا يا كوتش؟ قال له اصلك مالكش فيها روح امك. فبيروح يقفش فيه وبيفضل يضرب ويخبط فيه، واللي بيجي بيتدخل بيخبطه. وبالليل بيكون راجع البيت والبنت بتاعته بتكون ماشيه من البيت، وبيقول لها انت رايحه فين؟ انا جبت العشاء. قالت له شكرا مش عايز، انا ماشيه من هنا. فقال لها طب وهترجعي امتى؟ قالت له مش راجعه تاني، لان كل كلامك عن لعبه الهوكي اللي انت فاكر نفسك محترف فيها وانت مش نافع فيها بقرش ساغ حتى، وانا مش حابه اقضي باقي حياتي مع واحد فاشل، يلا بالسلامه. والصبح بيجيله تليفون من سته بيقول لها تمام ماشي انا جاي اهو. وبيروح على بيت سته وبيكون في ناس بتفضي البيت، فبيقول لهم سيبوا الحاجه دي زي ما كانت، انتوا بتعملوا ايه؟ وواحد منهم قال له مالكش دعوه باللي بنعمله ولا متخلف. وبيجي اسمه ايه ده وبيقول له ستك ما دفعتش الضرايب من 10 سنين. فقال له انت فعلا يا ست ما دفعتش لمده 10 سنين؟ قالت له هو انا كان معايا فلوس يا ابني وما دفعتش؟ فبيقول له اسمه ايه ده هو انتوا واخدين حاجتها ورايحين بيها على فين؟ فقال له مش احنا اللي واخدينها، دي الحكومه، هو انا يعني اخد حاجتها واوديها على فين؟ على بيتي؟ فقال له بس دي ست كبيره ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. فقال له ده مش مشكلتي، عفش البيت دلوقتي يخصني، واقول لك على حاجه كمان البيت برضه يخصني. قال له بس جدي هو اللي بنى البيت ده بايده، وست عايشه هنا بقالها 60 سنه. فقال له برضه مش مشكلتي، واللي انا اعرفه ان ستك عليها مبلغ بقيمه 270 الف ضرايب، فهناخد البيت وان ما سددتش المبلغ في خلال 90 يوم هنبيع البيت لحد تاني، عندك اي مشكله؟ فقال له لا لا ما عنديش مشكله. وبيقوم خبط خبطه بيكسر بباب البيت وبيطرده بره. وبعدها بياخد سته في العربيه بيروح بقى على دار مسنين وبيقول لها ما انا قلت لك يا ست تيجي تقعدي عندي. قالت له لا يا حبيبي انت دلوقتي كبرت ومش عايز اكون عبء عليك. صحيح اخبار صاحبتك ايه؟ قال لها خبطتها عربيه وماتت، بس المهم خلينا في موضوعنا، انا هسدد الدين ده ما تقلقيش وهنرجع البيت، انت بس هتفضلي هنا شويه صغيرين على ما اسد الدين ده وارجع البيت. وبيدخل عليهم الراجل المسؤول عن المكان وبيقول لهم معلش على المقاطعه بس دلوقتي بيكون ده وقت قيلوله صغيره. فبيودع عابي سته وبيسيبها وبيمشي، وبيقول للمسؤول عن المكان خلي بالك منها كويس دي بالنسبه له كل حاجه. فقال له لا ما تقلقش وما توصنيش، انا هخلي بالي من الست دي ومن غير اي فلوس. فقال له تمام اشيلك الجميل ده فوق راسي، وبيسيبهم وبيمشي. وست هبه بتقول له اديني يا ابني كوبايه لبن دافيه بتساعدني انام. فقال لا اقفلي بقك وقعدي ساكته يا وليه خرفانه انت، يلا تلقحي نامي نامي بدل ما انيمك النومه الكبيره. وبيكون هابي رجع لبيت سته وبيتابع الرجاله اللي بيفضوا البيت، والرجاله بيفصلوا شويه وبيلعبوا جولف، وبيدوا المضرب لهابي عشان يجرب. فبيروح خبط الكوره خبطه بتروح فين؟ بتكسر شباك بيت من على بعد كبير. فالراجل اللي معاه قال له ده اكيد حظ المبتدئين، اراهنك ب 20 دولار انك تعملها تاني. فبيروح خبطها خبطه بتيجي في دماغ صاحب نفس البيت بتفلقها نصين. فالراجل بيقول له طب جرب تاني كده. فبيروح ضرب الكوره تاني بتيجي المره دي في دماغ الوليه مرات الراجل وبتقع من الشباك على ظهرها وبتقطع. والراجل بيدي لهابي ال 20 دولار اللي راهنوا عليها. وبتيجي لهابي فكره وانه يروح لمكان يلعب جولف فيه وبيراهن الناس هناك على اطول ضربه ممكن يجيبها. والراجل ده بيكون قاعد بيقرا في كتاب عن الجولف وبياخد باله من هابي وبيشوف الضربات البعيده اللي بيقدر يجيبها. والراجل ده بيقول لهابي انت بقالك قد ايه بتلعب جولف؟ قال له ما لعبتش قبل كده دي اول مره. وبعدها الراجل اللي كان بيقرا عن الجولف بيروح لهابي وبيقول له انت طريقه لعبك للجولف عجباني ولو ركزت فيها ممكن توصل للعالميه. فقال له انت تبقى مين؟ قال له انا مدير النادي ده واسمي تشافس بيترسون، انا ممكن اعلمك وادربك في الجولف وكل ده ببلاش ومش هاخد منك ولا مليم. فقال له لا مش عايز. قال له بص انا كنت لاعب محترف في الجولف وكنت بدخل دوريات بس ما كملتش. فقال له ليه؟ قال له عشان في تمساح كل دراعي، لما كنت بلعب في دوري فلوريدا الكرة بتاعتي وقعت في البركة ولما مديت ايدي عشان اجيبها طلع تمساح من المية وراح شال دراعي، بس انا برضو قلعت واحدة من عيونه وشايلها معايا هي.
وبيقول له بص مش اي حد يقدر يضرب الكرة زيك كده، انت عندك موهبة فريدة على فكرة. فقال له لا انا اصلا بتدرب وبلعب هوكي طول حياتي ومن صغري. فبيقول له بص في دورة مفتوحة هتتعمل بكرة، ولو كسبت فيها هتنضم لرابطة المحترفين وممكن تتأهل للمركز الاول وتكسب الجاكيت الذهبي. فبيقول له بلا جاكيت ذهبي وبلا جاكيت اخضر وبلا كلام فاضي يا عم، انا بتاع هوكي. وبمضرب الهوكي اللي معاه بيجي يضرب علبة كان، فبيروح مطير ايد تشيبس الصناعية من مكانها. فتشيبس قال له ما تقلقش ده مصنوع من اجود انواع الاخشاب. فبتروح عربية نقل معدية على الطريق بتدوس عليها بتدغدغها له، وبيركب هابي عربيته وبيمشي بيها. وتشيبس قال له يعني مش عايز تحاول عشان حتى تكسب شوية فلوس حلوين؟ فبيرجع هابي بالعربية وبيقول له بقول لك يا شيبسي الفلوس دي قد ايه؟ وتاني يوم بيروح هابي الدورة دي ومعاه مضارب جولف. وتشيبس بيجي وبيقول له ايه رأيك في المكان هنا؟ فقال له كويس. امال دول مين؟ قال له الراجل القصير ده اسمه دوك تامسون رئيس الرابطة هنا، والراجل اللي جنبه ده اسمه شورتر ماجافن ويبقى المرشح الاول للفوز السنة دي. والست دي بتيجي بتسلم على شورتر وبتقول له ازيك انا فيرجينيا فينيت مديرة العلاقات العامة في الرابطة هنا. فقال لها تمام ماشي اهلا وسهلا، وبتكمل له كلامها. فبيقطعه وبيقول لها الاحسن من الكلام بتاعك ده انك تروحي تجيبي لي حاجة ساقعة. وبعدها دوج رئيس الرابطة بيبتدي يلقي كلمة الافتتاح وبيقدم لهم شورتر عشان يقول كلمته، وبيقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده انا مش شايف حد، بس برضه اللي هيكسب النهارده هينضم لرابطة المحترفين. خلص الكلام. والحكم بيبدأ يقدم هابي جيلمور والخصم اللي هيلعب ضده، والواد ده بيسحب شنطة المضارب من هابي وبيطلع يجري بيها. فبيقول له خد يلا انت رايح فين؟ وبيروح زقه بيوقعه على الارض. فقال له يا استاذ جيلمور انا المساعد بتاعك. وبيجي يشيل الشنطة من على الارض. فقال له لا لا خليك انا هشيلها انا. فقال له طب وانا اعمل ايه؟ قال له ما اعرفش اقف اتفرج عليا. ولما بيجي الدور على هابي بيضرب اول ضربة والمضرب بيهوش منه وما بيخبطش الكورة. فبيروح تشيبس وبيقول له ركز على انك تضرب الكورة وسيبك من الناس اللي حواليك كانهم مش موجودين بالنسبة لك. فبيروح هابي ضرب الكورة والمرة دي بتطير وبتروح قريب من مكان الحفرة. وهابي بيقول لتشيبس ما تبقاش تزن فوق دماغي لما يجي الدور عليا عشان انت كده بتوترني. وبيجي يضرب الكرة تاني مرة ما بتجيش في الحفرة. فبيضربها تالت مرة وبرضه ما بتجيش وبتبعد عن الحفرة. وبيضربها رابع وبرضه ما بتجيش. خامس برضه ما بتجيش. وبيضربها سادس بقى والمرة دي بتيجي. والراجل ده بيقول للي واقف معاه بس خد وقت طويل قوي. فهابي بيقول له انا فعلا خدت وقت طويل قوي على ما جبتها في الحفرة وهقول لك ليه. وبيروح سحبه من التيشيرت بتاعه بيقلعه له وبيخبطه يد في وشه بيجيبه على الارض. ولما بيلعب هابي تاني جولة بيخبط الكرة خبطة بتطير ومن أول ضربة بتيجي في الحفرة. وفيرجينيا بتقول لشورتر أنت شفت اللي حصل ده؟ قال لها شفت. قالت له ده جاب الكرة في الحفرة من أول ضربة. فقال لها طب إيدك بس ما أنا قلت إني شفته. وبيفضل هابي يلعب ويضرب كل ضربة والتانية وبيفضل يتأهل لمركز جديد كل جولة. وفي جولة من الجولات وهو بيلعب الكرة بتاعته بتقع في المية فبينط في البركة وبينزل يدور على الكرة وبيلاقيها وبيطلع بيها من المية. وآخر جولة بيلعبها هابي وبيجيب الكرة في الحفرة وبيتأهل للمركز الأول وبيكسب الدورة. وبعد ما كسب بتيجي فيرجينيا بتعرفه على نفسها وبتقول انت مستواك ولعبك حلوين قوي على فكره، والاسبوع الجاي دوري المحترفين هيبتدي وجائزه المركز الاول 260,000 دولار. وبيروح هابي لتشيبس وبيقول له بس كان يوم حلو قوي النهارده، انا اول مره اكسب جايزه اصلا. فبيقول له اسمع هابي مستواك كان كويس بس الحظ كان واقف معاك اكتر، وانا عايزك قبل ما تدخل دوري المحترفين تتدرب شويه حلوين، لازم تتدرب كويس قبل ما تلعب مع الناس المحترفين. فقال له بص يا تشيبس انا هكمل زي ما عملت النهارده وخلاص. فقال له انت عيل متخلف يا ابني، الناس بتحلم تضرب الكره لمسافات بعيده كده زي ما انت بتعمل، وانت فرصتك تبقى كبيره لو اتدربت، ده انت فرصتك احسن من لعيبه تانيين. فقال له سيبك من الكلام ده بلاش، انا بس عايز الم شويه فلوس. فقال له انت عيل متخلف اصلا، بس بقول لك ايه اديني بس 6 شهور وهدربك كل يوم. فبيسيبه وبيمشي. وفي دار المسنين المسؤول عن المكان بيكون بيتكلم في التليفون ومشغل الناس الكبيره ومنهم ست هابي في الخياطه اليدويه. والحاجه دي بتقول له صوابعي وجعوني. قال لها نعم؟ قالت له صوابع ايديا وجعوني. فبيقول لها طب قومي معايا كده، مش صوابعك بس اللي هيوجعوكي، ده جايز ظهرك يتقطم عشان انت هتفضلي تنضفي المكان لوحدك. وهابي بيوصل للمكان وبيقول له امال ازاي يا ست عامله ايه؟ قال له كله تمام وكمان حابه الخياطه وبقت بتخيط بطريقه جميله جدا. وبيروح هابي بيسلم على سته والمسؤول عن المكان بيفضل يعمل لها حركات بايده وبيهددها انها يعني لو فتحت بقها باي كلمه هيخلص عليه. وهابي بيقول لسته انا اتاهلت لدوري المحترفين وعارفه كمان انا لو كسبت في الدوري ده هنعرف نرجع البيت. وبعدها هابي بيروح لفندق او حاجه تابعه للدوري وبيدخل المطعم في المكان وبيسلم على الرجاله اللي الشرطي واقف معاهم وبيعرفهم عن نفسه. وهابي بيقول للراجل ده الجاكيت بتاعك حلو قوي على فكره. فقال له انت ممكن تاخد واحد لو كسبت في البطوله، ده اكبر بطوله على مدار السنه. فالشرطي بيقول له بقول لك يا هابي لو فاضي الليله دي تعالى قابلنا في الملعب الليله على الساعه 9 كده. فقال له ايه اللي هتعملوه هناك؟ قال له دي اسرار المحترفين بقى.
وما تنساش يا هابي يبقى تشيك كده. وفعلا بالليل هابي بيبقى واقف في المكان ولابس الحته المحترمه، ومره واحده رشاشات المايه اللي في المكان بتشتغل وبتغرق هدومه، وبيقابل فيرجينيا وبيقول لها انت ما شفتيش العره اللي اسمه شورتر ماجافن؟ قالت له لا ليه؟ قال لها عشان احميه بس مش برشاشات المايه. فقالت له يعني هو غفلك؟ الله فقالت له بص تجاهل شورتر خالص عشان هو شايف انك بتشكل عليه خطر او تهديد، هو خايف انك تسرق منه شعبيته. وتاني يوم بيوصل هابي بالعربيه لمكان الملعب اللي هيتلعب في الدوره، والراجل ده بيجي يمسح له عربيته، فبيطلع هابي فلوس من جيبه وبيقول له ده اخر حاجه معايا. والظابط بيجي يمسكه من قفاه، فهابي بيقول له ما تسيبه في حاله، والراجل بيحاول ياكل عيش وبياخده معاه وبيخليه يشيل المضارب بتاعته. وبيجي الراجل ده وبيسلم على هابي وبيقول له انا جاري بوتر، شرفتنا لانضمامك لنا في رابطه المحترفين. فقال له طب هو طبيعي ان الناس دي كلها وكاميرات التلفزيون تبقى موجوده؟ قال له وانا عارف ان ده ممكن يوترك ويشتت انتباهك بس لازم تعديه، ركز وحط طاقتك في اللي انت بتعمله وتجاهل الناس دي خالص. وبيجي يضرب اول ضربه ليه المضرب بيهوش منه، فبيفضل يسب ويلعن قدام الناس والتلفزيون، والناس بتنصدم وبتستغرب وبتخاف وبتتخض وايه تاني. فبيضربها تاني وبتطل بعيد وبتيجي قريبه من مكان الحفره، والمعلق بيقول ضربه جامده وعاليه قوي لهابي جيلمور، وبيقول للي جنبه هو مين هابي جيلمور ده، وبيضرب هابي تاني ضربه ليه وبتيجي في الحفره على طول. وبيروح يجري على كاميرا التلفزيون وبيقول سجل يا تاريخ. فدوج رئيس رابطه الجولف بيرفع سماعه التليفون وبيقول ابعتوا لي فيرجينيا فينيت هنا حالا. وشورتر بيلعب وبيجيب الكره في الحفره وبيقول للمساعد بتاعه انت مفصول بالسلام. وبيكون الدور على هابي، والراجل اللي اسمه جاري بوتر بيقول له افتكر يا هابي دايما حط كل طاقتك على انك تجيب الكره في الحفره. فبيجي هابي يضرب الكره بس بتكون ضربه ضعيفه وما بتجيش في الحفره، وبيتعصب هابي جامد وبيمسك العلم ده وبيحدفه على الراجل اللي بيصور وبيقع وسطه بيتقطم، وبيفضل يسب ويلعن بالفاظ خارجه. ودوج بيكون بيقول لفرجينيا انا عايز التلفزيون يذاع خبر باقصاء هابي جيلمور من الرابطه. قالت له بس هو بيلعب حلو قوي، الجولف كان مستني لاعب زي ده. فقال لها بس انا مش هستحمل سلوكه المنيل ده، فيمشي من هنا احسن. قالت له بص انا عارفه انه زفر شويه بس اديني بس فرصه وانا هحاول اغيره. فقال لها طيب هتكون دي مسؤوليتك، بس لو فضل زي ما هو انت اللي هتزعلي وهنطرده من الرابطه. وشورتر بيكون هو اللي كسب، والاعلام بيساله ايه رايك في هابي جيلمور؟ قال لهم عيل متخلف ومالوش فيها، وبعدين انا ما شغلتش بالي بيه عشان انا كنت مشغول بالفوز. وبعدها بيكون شورتر قاعد في مطعم الفندق اللي تابع للرابطه، وهابي بيدخل البار في المكان وبيقول اديني ازازه. فشورتر قال له هاتها له على حسابي، وقال له بص يا هابي انا شايف انك ما تنفعش خالص في اللعبه دي. فقال له انا عارف انت بتحاول تعمل ايه على فكره، فاحسن ليك انك تسكت بدل ما احط جزمتي في بقك. فقال له اسمع يالا الدوره دي اللي هيكسب فيها واحد بس وهو انا، واكيد يعني مش هسيب المكسب لواحد عبيط ومتخلف كده زيك. فبيروح هابي كسر الازازه ورافعها عليه، وبتيجي فيرجينيا وبتقول لهم في ايه، وهابي بيقول لها عوره، بس في الاخر بتعدي على خير. وبعدها فيرجينيا بتقول لهابي لازم تمسك اعصابك شويه، ما ينفعش كده، انت ممكن تكون لاعب عالمي وتوصل للعالميه بس مش بالاخلاق دي. فقال انا مش عايز بس غير الفلوس. قالت له ما انت كده مش هتجيب فلوس بالطبع ده. فقال لها تمام ماشي هحاول، بس بصي ايه رايك نخرج سوا؟ قالت له لا شكرا انا ما بخرجش مع لعيبه جولف. فقال لها طب كويس ده عشان انا اصلا لاعب هوكي. فقالت له حسن بس اسلوبك. وتاني يوم بيوصل هابي الملعب وبيشوف المعلم بتاعه اللي كان شغال معاه، وبيقول له ما تزعلش يا جيرمور، انا عارف ان احنا بينا مشاكل بس فخور بيك وجاي عشان اشجعك. فقال له تمام تسلم يا معلم لارسن، هو المسمار لسه في دماغك؟ فقال له ما تشغلش بالك هيقع الاسبوع الجاي. وبيروح هابي ضرب الكرة المسافة بعيدة زي كل مرة، والناس بتشجعه بيكونوا مبسوطين بيه. وبيكون الدور على شورتر، والمعلم لارسن بيقول له انت بتحاول تضربها المسافة بعيدة زي هابي يا شورتر؟ فقال له طيب يا متخلف ما تجيبش سيرة هابي تاني. ايه ده؟ وبيخاف منه لما بيشوف شكله. فالمعلم لارسن بيروح ساحب مضرب من شنطة المضارب بتاعته وبيتنهوله، والناس بيكونوا فرحانين بهابي وبياخدوا توقعات منه، وشورتر بيتقفل وبيكسب هابي شيك بقيمة 9000 وشيك تاني بقيمة 4800، وكل لما بيتقدم اكتر بيكسب اكتر. وفي جولة من الجولات وهو بيلعب بيضرب الكوره وبتروح في بق تمساح، فبيجري عليه وبيقول له طف الكوره دي، وبيكون التمساح بعين واحده، وهابي بيقول ده انت بعين واحده يعني انت اللي ضيعت ايدة شيبس. والتمساح بينزل البركه، فبيروح هابي ناطط وراه وبيمسكه وبيرنه في الميه وبيخلص عليه وبيقدر ياخد الكوره منه. وبعدها شورتر بيقول لدوج الواد هابي ده مشكل بيدمر الجولف لازم تفصله من الرابطه. فقال له افصله ازاي يا شورتر، هو ما خالفش اي قواعد، وكمان احنا بنستفاد وبنجيب معلنين جداد وده بسبب هابي جيلمور، فمش هينفع اللي انت بتقول عليه ده. هو بيسيبه وبيمشي. فشورتر قال تمام شكل كده انا اللي لازم اهتم بالموضوع ده. وهابي بيكون بيقول لفيرجينيا احنا مش هنخرج سوا بقى ولا ايه؟ قالت له حاضر ماشي هنخرج بس زي الصحاب تمام. وبعدها بيخرجوا بيروحوا سوا الملعب هوكي جليدي، وبيجري هابي في الملعب، وفيرجينيا بتقول له طب مش تخلي بالك مني انا هقع. فقال لها خراسي. ومره واحده الكهرباء بتقطع في المكان وبتشتغل مزيكا، وهابي بيعترف لها بموضوع سته وبيقول لها ست قاعده دلوقتي في دار مسنين عشان الضرايب تحفظت على البيت، وعشان كده انا انضممت للرابطه ديت وبحاول اجمع فلوس عشان اعرف اسد قيمه الضرايب دي. وتاني يوم هابي بيروح الملعب والراجل ده بيسلم
بيسلم عليه وبيقول له ازيك يا هابي، انا اسمي بوب باركر، احنا هنلعب سوا النهارده. والحكم بيقول له هيكون زميلك في اللعب النهارده. وواحد من الناس اللي واقفين بيقول له جيلمور انت حمار وغبي، فقال له خلاص يلا. وبيجي يضرب الكوره فالمضرب بيطير من ايده ابعد من الكوره. وبوب باركر بيقول له انت في ايه؟ قال له الجو والمطر والراجل ده ومش مش عارف وخلاص. وبيروح يضرب الكوره من المكان اللي وقفت فيه وبتروح بعيد عن الملعب، واسمه ايه ده بيفضل يتريق عليه. وهابي مستواه بيفضل ينزل جامد ودنيته بتبقى خربانه خالص بسبب اسمه ايه اللي عمال بيتريق عليه. فبيقول الراجل ده هيجنني. وبوب باركر بيرد عليه وبيقول له ده انت اللي هتجنني اللي مش عارف تجيب الكرة في الحفرة. فقال له ما تستفزنيش ده مش وقته. وبيجي يضرب الكرة بتيجي في دماغ الراجل ده بتفتحها له. والمعلق بيقول ده هابي جيلمور ما لعبش بالبشاعة دي من اول يوم انضم فيه للرابطة. وبوب باركر بيقول لهابي انت احسن ليك انك تلم خردة بدل الجولف ده، هو ايه القرف اللي انت بتعمله ده انت حطيت وش في الطين. فقال له طيب ماشي كفايه كده. وبيقوم خبطه قد في وشه. فبيقوم بوب باركر رددها له خبطه في الثانيه وبيخبط في وشه زي كيس الملاكمه وبيوقعه في البركه. وبيطلع هابي وبيمسك له المضرب وبيروح عليه فبيخبطوا باركر واحده في الثانيه وبيجيبوا على الارض. والاتنين بيمسكوا في بعض وبتتقلب مدعكه، بس بوب باركر بيقوم له وبيكسره. وشورتر بيكون اصلا متفق مع اسمه ايه ده اللي كان بيشتم ويستفز هابي وبيقول له ده بدل ما يضربك انت ضرب بوب باركر وبيديله اتعابه. وبعدها بيروح هابي المكتب دوج رئيس الرابطه وبيكون شورتر موجود في المكتب وبيقول له تعالى يا هابي اتفضل اقعد. ودوب بيقول له انت ايه اللي انت عملته ده؟ فقال له دي ما كانتش غلطتي، ده كان في راجل ابن يلا ربنا يسهل له بس هو اللي تسبب في اللي حصل ده. فقال له على اي حال هيتم تغريمك مبلغ بقيمه 25,000 وهيتم ايقافك لمده شهر. فقال له ازاي ده انا لازم العب. وشورتر قال له ازاي ده المفروض يتفصل من الرابطه. فقال لهم كلام نهائي. وبعدها بيكون هابي قاعد في مطعم مع فيرجينيا وبيقول لها كل حاجه انتهت وست خلاص كده البيت راح عليها. فبيجي لفيرجينيا فكره ان هابي يعمل اعلان للمطعم اللي هم فيه ده، وفعلا بيعمل الاعلان وبيشوفوه على التلفزيون. وهابي بيقول لسته انا كسبت 270,000 من الاعلان ده يلا عشان نرجع البيت. وبعدها بيروحوا لمكان البيت وبيلاقوا في ناس كتير هناك. فبيروح هابي اسمه بيقول له هو ايه اللي بيحصل هنا؟ قال له ده مزاد عشان نبيع في بيت ستك. فقال له ده انت قلت لي ان لما اسدد قيمه الضرايب اقدر ارجع البيت. فقال له لسه تقدر ترجعه. والراجل ده بيبدا المزاد ب 100,000 والناس بتزود لحد ما بيوصل ل 200 و250. وهابي بيقول 270 وحد تاني بيقول 300 و350. وبيكون شورتر موجود في المكان. فهابي بيروح له بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بشارك في المزاد. فبيقفش فيه وهو بيقول له لو لمستنا هولع في البيت ده. فقال له انت عايز ايه شورتر؟ قال له عايزك تخرج من الرابطه، اخرج البيت يرجع لك. فبيقول له تمام هخرج. وبتيجي فيرجينيا وبتقول له لا مش هتخرج، بص يا هابي واجهه انت لاعب جولف محترف صدق نفسك وسيبك من الوكي ده. قال لا بس انا عملت كده عشان ارجع بيت ستي بس. قالت له بس ستك نفسها تشوفك ناجح في اللعبه دي برضه. فبيروح للشورتر وبيقول له بقول لك ايه هي بطوله الرابطه الاسبوع الجاي مش كده؟ قال له اه. فقال له ان كسبتك هاخد البيت ولو انت اللي كسبت انا هخرج من الرابطه. فقال له بقى انت هتكسبني في الجولف؟ طيب اتفقنا. وبعدها بيروح هابي لتشيبس وبيقول له معلش انا الغبي وانت الذكي، انا الغلط وانت الصح، وانت الاحسن وانا الاسوأ. فقال له تمام كويس انك اعترفت بغلطك ودلوقتي خلينا نتدرب. وبعدها بياخدوا المكان عشان يدربوا فيه وبيفضل هابي يحاول ويحاول لحد لما مستواه بيتحسن مره في مره. واخر اليوم تشيبس بيقدم له هديه وبتكون مضرب جولف في شكل مضرب هوكي. وهابي بيقول له انا كمان عندي هديه ليك. وبتكون الهديه هي راس التمساح اللي اكل ايد تشيبس. وبيقول له خدت لك حقك منه وجبت لك راسه. فبيخاف تشيبس وبيترعب وبيقع من الشباك وبيروح فيها. وبعدها بيكون هابي وصل لبطولة الرابطة وبيلعب شورتر أول جولة. وهابي بيلعب جولته وبيطير الكرة آخر الدنيا وبتيجي قريبة من الحفرة زي كل مرة. وبيقول لشورتر أنت تعرف إيه اللي مخليك بتشيط من جواك؟ هو إنك بتلعب الجولف طول حياتك وعشان كده أنا بالنسبة لك زي الشوكة اللي واقفة في زورك. فبيضرب شورتر الكرة بتاعته الضربة التانية بتيجي في الحفرة وهابي برضه بيضرب كورته في الحفرة. وبيفضلوا يلعبوا كل جولة والتانية وهابي كل جولة بيتأهل لمركز أعلى لحد آخر اليوم هابي بيكون في الصدارة. وبعدها شورتر بيحاول يعمل نفس الضربه القويه بتاعت هابي بس ما بيعرفش. فبيعمل تليفون بيكلم فيه الواد اللي كان اتفق معاه على انه يستفز هابي قبل كده وقال له انا عايزك تيجي هنا بكره. وتاني يوم بيلعب هابي دوره وبيحضر اسمه ايه الملعب بالعربيه وبيخلي هابي ماشي وبيروح شايله بالعربيه. وبعدها بيلبس في برج التلفزيون والدكتور بيشوف حاله هابي وبيقول له دي جت سليمه انت بس المفروض تريح كام يوم كده. فبيقوم هابي وبيقول لا لازم اخلص. وبيجي شورتر وبيقول له يا هابي مش عيب انك تنسحب دلوقتي لازم تهتم بصحتك. فقال له اخلص وخلينا نكمل لعب. ولما بيجي يضرب الكوره ما بيعرفش يضربها زي الاول والكره بتروح لمسافه قصيره وده عشان دراعه بيكون مصاب فيه بسبب الحادثه دي. وما بيعرفش يجيب الكره في الحفره غير بعد كذا ضربه والمركز بتاعه بيفضل ينزل وهابي بيتقفل وبيتعصب جامد وبيفضل يخبط في الارض. وسته بتبقى واقفه مع المشجعين وبتنادله بيروح لها وبتقول له مالك يا بنت مالك متوتر ليه كده؟ فقال لها انا فاشل يا ست ومش هعرف اكسب. قالت له ما تقلقش يا حبيبي البيت مش مهم، المهم هو ان انت تكون مبسوط فصدق نفسك والعب بحب وحريه. فالمره دي بيقوم ضارب هابي الكره بتيجي في الحفره
الحفرة وبيلعب كل جولة والتانية ومركزه بيرجع يالا تاني، وشورتر هو اللي بيكون مستواه نزل ودنيته بتبقى خربانة، وبيوصل هابي للتعادل معاه وبيبدأوا في لعب آخر جولة، وبيضرب هابي الضربة الأولى وبتيجي قريبة من الحفرة، وشورتر بيلعب دوره وبيضرب الكرة بتطير عند المشجعين وبيروح عشان يلعبها من مكانها، بس بيلاقيها على رجل المعلم لارسن وبيقول له هي الكرة دي تخصك؟ قال له اه، فبيقول له هي وقفت على جزمتي، فشورتر بينادي على دوج وبيقول له وانا ما اعرفش حلك الكرة شوية، فبيقول له لا شورتر القوانين بتقول انك لازم تلعبها من المكان اللي استقرت فيه، فبيلعبها شورتر ولارسن بيقول له كده ضربتين يا شورتر، قال له افضل عد احسن ليك برضه، فقال له راهنك انك هتقعد على الدكة وانا هستناك هناك، فبيخاف شورتر وبيمشي، والناس بتبدأ تطلع على برج التلفزيون اللي اسمه كان لابس فيه بالعربية عشان يشوفه كويس، وبيضرب شورتر اخر ضربة ليه وبتيجي في الحفرة، وبيكون الدور على هابي، ولو ضرب الكرة وجابها في الحفرة من اول مرة هيكسب في البطولة، بس مرة واحدة برج التلفزيون بيقع بسبب الناس اللي فوقه وبيقع قدام كرة هابي وبيسد الطريق، وبيجي شورتر وبيقولوا القوانين بتقول انك لازم تلعبها من المكان اللي استقرت فيه ملناش دعوة، فبيخطط هابي للضربة دي في دماغه وبيضرب الكرة بطريقة معينة بتخبط في ازاز العربية وبتطلع على البرج وبتتدحرج من عليه وفي الاخر بتنزل على الارض وبتيجي في الحفرة وهابي بيكسب، وشورتر بيكون مصدوم من اللي حصل ده وبيقول ازاي، ودوج بيجيب الجاكيت الدهبي وبيروح يسلمه لهابي، فشورتر بينتشوا منه بيقول له ده يخصني وبيطلع يجري بيه، بس مشجعين هابي بيطلعوا يجروا وراه وبيمسكوه بيكسحوه، وبعدها بيوصل هابي البيت سته وبيقدروا يرجعوا البيت تاني، وبيخلص الفيلم على كده. اتمنى يكون الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك وان امكن اشترك في القناة، وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي وسلامات.